تخيل إن في حاجات حوالينا ممكن تزود خطر الإصابة بسرطان عند الأطفال وإحنا مش واخدين بالنا. حاجات في البيئة، في الأكل، وحتى في الجينات ممكن تأثر على صحة ولادنا من غير ما نحس. النهاردة هنتكلم عن العوامل اللي ممكن تزود فرص الإصابة بالسرطان عند الأطفال، وإزاي نحميهم قدر الإمكان. أول حاجة هي الوراثة، لما الجينات بتلعب دورها. لو في تاريخ عائلي لمرض السرطان خصوصا في الطفولة، فده ممكن يخلي الطفل عنده استعداد وراثي للإصابة. بعض الأمراض الوراثية زي متلازمة داون بتزود نسبة حدوث أنواع معينة من السرطان. تاني حاجة هي الإشعاع، وده العدو الصامت. التعرض لمستويات عالية من الإشعاع سواء من علاجية أو مصادر تلوث ممكن يأثر على خلايا الجسم ويزود فرص الإصابة بالسرطان. تالت حاجة هي التلوث والكيماويات، المخاطر اللي حوالينا. الهواء الملوث، المبيدات الحشرية، المواد الحافظة في الأكل، وحتى بعض منتجات البلاستيك، كلها حاجات ممكن يكون لها تأثير سلبي على صحة الأطفال. التعرض المستمر ليها بيزود فرصة حدوث تغيرات في الخلايا اللي بتخلي السرطان يحصل. كمان رابع حاجة هي الفيروسات اللي ممكن تسبب السرطان. في بعض الفيروسات زي فيروس اسمه إبشتاين بار فيروس أو فيروس نقص المناعة البشرية ممكن تضعف الجسم وتخليه أكثر عرضة للإصابة ببعض السرطان زي سرطان الغدد الليمفاوية. وخمسة هي المناعة الضعيفة، الجسم بدون درع حماية. لو الطفل عنده ضعف في المناعة سواء بسبب مرض مزمن أو تناول أدوية بتقلل المناعة، ده بيخليه أكثر عرضة لأي مرض بما فيهم السرطان. طيب إزاي نحمي ولادنا؟ نبعد عن الملوثات زي المبيدات الحشرية والعوادم والتدخين السلبي. نخلي الأكل صحي قدر الإمكان، ونقلل من المواد الحافظة والمأكولات السريعة. نتأكد إنهم واخدين تطعيماتهم ضد الفيروسات اللي ممكن تسبب السرطان اللي اتكلمنا عنها فوق. ولو في أي تاريخ عائلي للسرطان نتابع مع دكتور باستمرار عشان نكتشف أي مشكلة بدري. صحة ولادنا في إيدينا، ولو قدرنا نقلل العوامل الخطرة هنساعدهم يعيشوا حياة صحية وآمنة. الوعي هو أول خطوة للحماية، فلو شايف إن الكلام ده مهم ما تبخلش بمشاركة مع غيرك، وربنا يحفظكم ويسعدكم.